خبر عاجل وصادم لجماهير ليفربول والعالم الكروي. وفاة اللاعب ليفربول دي جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن عمر يناهز 28 سنة في حادثة مرورية. جوتا تزوج منذ أسبوع وتوج من حوالي شهر ونصف بالدوري الإنجليزي. وفاة دي جوتا نجم ليفربول في حادث سير بمقاطعة زامورا. ده الكلام ده اللي قاله صحيفة ماركا، وأعلنت التفاصيل وفاة لاعب الريدز مع شقيقه أندريا لاعب بينافيل. الصحيفة قالت تفاصيل الحادث المروع اللي توفى بسببه دي جوتا، النجم البرتغالي المحترف في ليفربول واللي عنده 28 سنة، صباح اليوم في حادث سير بمقاطعة زامورا. وقالت وقع الحادث عند الكيلو متر 65 من الطريق السريع اي 52 بالقرب من منطقة سنة بيرة في زامورا. وتوفى لاعب ليفربول عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريا لاعب كرة القدم المحترف البالغ من العمر 26 عام من بينافيل عن الطريق، مما أدى إلى اندلاع حريق. ووفقا لشهود عيان اتصلوا بالرقم 112، واشتعلت النيران في السيارة وامتد أيضا إلى النباتات المجاورة. وكده خبر حزين ومؤلم لجماهير ليفربول والعالم الإنجليزي.